لكم من جديد إخواني أخواتي. كيف شاهدتوا كانت هذه مجموعة من النقاشات في البلاطو، وغضب كبير من الإعلام الجزائري من بعد ثبوت تورط فريقين من القسم الأول الجزائري في قضية مراهنات. المراهنات كتعرفوها هي الاتفاق على نتيجة معينة مقابل واحد المبلغ المالي كبير اللي كيتحصلوا عليه اللاعبين من طرف بعض الجهات اللي كتمول هذا النوع ديال التلاعبات في المباريات كرة القدم. وشاهدتوا على مستوى كرة القدم الأوروبية القضية اللي تفجرات في الدوري الإيطالي، واللي كان تورط فيها اللاعب فاجيولي اللاعب ديال فريق اليوفي، وايضا اللاعب ساندرو تونالي اللاعب ديال فريق اسي ميلون اللي تم توقيفهم لمده سنه من بعد الاعتراف ديالهم. وبالتالي الامور في الدوري الجزائري فهي مختلفه، فالعقوبات ما كتمش، وهذه الامور اصبحت عاديه في الدوري الجزائري لكره القدم. كانت هذه الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش تتابعونا عبر القناه، كاين حلقات اخرى مشابهه كتخص قضيه وفاه اللاعب اقل من 17 سنه، وايضا قضيه صفع المدرب ديال المنتخب الجزائري اقل من 20 سنه لمجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الجزائري. كان معكم حسن، بالخير، تلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله.